الاول اغني الناس، اغنيهم. عشان تشتري كيلو رز دلوقتي سايب ب 35 جنيه رز، عشان تشتري ازازه زيت تعمل بيهم الرز ب 110. انت كده ما عملتش غير رز. عشان تشتري اي خضار تعمله انت تدخل لك في 300 جنيه. هتفطر بكام؟ تتعشى بكام؟ تاكل ابنك وبنتك بكام؟ لو ابنك تعب هتروح بيه الدكتور ازاي؟ هتدفع كهربتك منين؟ تدفع ميتك وانبوبتك وغازك منين؟ ما هو حرام، ما هو لازم يكون في حل. وكل ما نيجي نتكلم خافوا ما تتكلموش. كلي عيش، انهي عيش بتاكله والرغيف ب 2 جنيه ما بيكفيش عيل صغير. رغيف الفينو ب 2 جنيه وبجنيه ونص، واقسم بالله العظيم قد صباعين بالظبط قسما بالله. يعني عشان تدي العيل سندوتشات مدرسه ومصروف ومواصلات وعايز لك 70 80 جنيه من غير تمن حصه. ايه تاني؟ ساكتين لغايه امتى؟ وليه؟ وفين؟ خافي، ما ينفعش تتكلمي كده. عندك عيال، عندك بيت. انهي عيال وانت ما بتعرفش تقول لعيل معيش فلوس؟ انهي عيل؟ انهي عيل لما تلاقي عيلك نفسه في 1 2 3 وانت بتزعق له وتطلع قرفك فيه عشان مش قادر تجيب له؟ لازم نبني بلدنا بايدينا. طيب قصور رئاسية، امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسية وهعمل. اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. الموضوع بسيط يعني. 5 يا صاحبي. عايز اقول لك على حاجه، في مصر مفيش مجال لديكتاتور خلاص. يا راجل بلا كدب بقى، بوشك ده كداب كدب الابل.